السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو ده حابة اقول لكم على كل المدرسين اللي انا خدت معاهم في كل المواد في تانية ثانوي. اول مادة الفيزياء. مادة الفيزياء مش كل الطلبة بتحبها لان هي فيها كام عقدة كده، بس هي عقدات بسيطة جدا. انا اول السنة ما كنتش بحبها، بس بعد كده حاولت، لقيت المنهج كبير خالص ممكن يكبر مني بعد كده. فانا دورت على مدرسين افهم منهم على اليوتيوب. لقيت مستر اشرف حسام، وده كان منزل محتوى المنهج كله على اليوتيوب. انا تابعت معاه وكان لحد المراجعات كمان. في مدرسين غير مستر محمد، قصدي مستر اشرف حسام، كان في مستر محمد عبد المعبود ومستر كويس. كنت بتابعهم في المراجعات، كان بينزل مراجعات برضه، كانت المراجعات كويسه جدا، كنت بتابعهم. ماده الفيزياء يا جماعه محتاجه مدرس يشرح وطالب بيطبق. انتوا لو ما طبقتوش على القوانين دي وحافظين التحويلات والحاجات اللي هي اساسيه في الماده، مش هتعرفوا تطبقوا في اي حاجه. فانتوا لازم تكونوا متاسسين في الحاجات دي صح علشان تبقى الماده كويسه معاكم، لان انتوا من غير التحويلات والاساسيات بتاعه الماده مش هتعرفوا تشتغلوا على اي درس. فهي حاجات اساسيه، فانت لازم تكون متعلم الاساس. بس كده مادة الفيزياء. نيجي لمادة الكيمياء، دي تاني مادة. انا كنت الاول مشتريه ملخص مستر خالد صقر، لاني كنت مشتري الاول قبليه كتاب الامتحان. كتاب الامتحان كان فيه كذا عقدة في الشرح، كنت في حاجات ما كنتش بفهمها من الشرح في كتاب الامتحان. فاضطريت ان انا اشتري كتاب خالد صقر، لان مستر خالد صقر، لاني كنت بلاقي حاجات مشروحة بتفصيل احسن وبتنظيم احسن من كتاب الامتحان. وحليت في كتاب الامتحان حاجات كتير برضو، لان في اسئله كويسه جدا في كتاب الامتحان. كتاب الامتحان برضو مش كان عام بس، كان عام وازهر. انا المهم تبعت مدرس في المدرس اللي تبعته في مادة الكيمياء مستر كريم محمد. مستر كريم محمد كنت بفهم منه جدا. اول في اولى ثانوي كنت باخد علوم متكامله منصه مع مستر خالد صقر. بصراحه انا ما كانش عاجبني نظام المنصه، ما كانش فيه متابعه شديده قوي يعني على الطلبه. بس انا فقلت لا، انا هتابع مع مستر كريم محمد، لاني انا لقيت ان انا فاهمه من المدرس ده، فانا هتابع معاه. بما اني فاهمه وبعرف احل، خلاص انا هثبت مع المدرس فلان وكذا. فاخدت مع مستر كريم محمد. تابعت مراجعات مع مستر محمد عبد الجواد ومستر خالد صقر، لان مستر كريم محمد منزلش مراجعات. نيجي لتالت ماده وهي ماده الانجليزي. انا اخدت فيها منصه مع مستر عبد الحميد حامد. مستر عبد الحميد حامد كانت منصته كويسه جدا، بصراحه بتهتم بالطلبه، وهو بصراحه بيبذل مجهود كبير خالص في الشرح. وغير كده في امتحانات على المنصه، في اهتمام بالطلبه جدا، وكمان الكتب بصراحه فيها مجهود كبير جدا وكويسه خالص. يعني هو كان عامل كتابين، الواحد 3 يونت، وواحد يعني اول 3 يونت واخر 3 يونت، وفي كتاب مراجعة معاهم. يعني اخر يعني 3 يونت. وكتاب المراجعة كان كتاب فظيع جدا، كان كتاب كويس خالص. اغلب الامتحان كان جاي منه، سميه عصير الكتب. عصير الكتب كان لامم كل حاجة بصراحة. يعني انت لو مش مذاكر الانجليزي خالص وقريت الكتاب ده وحليته كمان، بصراحة هتدخل الامتحان انت هتجيب 99%. يعني يعني هتجيب درجة كويسة جدا، ان هو مبذول فيه مجهود حلو قوي. فافضل مدرس لحد دلوقتي اظن ان هو ينفع معايا اكمل معاه هو مستر عبد الحميد حامد. يعني المادة كانت معاه سهلة جدا بجد، حفظ كلمات وقواعد كان كله سهل، بالذات على الحل كتير، هو اكتر حد بيحل كتير. طبعا انا كنت باخد القواعد برضو في الورقة زي كده، وبلخصها في تلخيص بحيث ان انا يعني يوم ما احتاجه افتكره على طول. طبعا وبعد كده المادة بتاعت البحث. مادة البحث أنا كنت متابعة مع مستر لطفي زهران، إن هو أكتر حد بصراحة بيسهل المعلومة في الرياضة. مادة حلوة جدا، بس برضو محتاجة تطبيق، مش مذاكرة الشرح بس. محتاجة إن أنت تسمع الشرح وكمان تطبق عليه، لأن هي برضو فيها هي أساسا رياضة، فمحتاجة تطبيق عليها. من غير تطبيق ما فيش أي استفادة من المادة، وهتنساها على طول. هي مادة كده عايزة تطبيق. نيجي لمادة التطبيقية.
مادة التطبيقية طبعا برضو فيها مشاكل كانت معايا برضو، لان انا كانت عندي بعض الصعوبات في حل بعض المسائل في التطبيقية، بس الحمد لله. بس انا كنت بتابع مستر محمود رجب فيها اكتر من مستر لطفي زهران، انا كنت بتابع الاتنين. فانا كنت بسمع مستر محمود رجب، وسمعت كمان المراجعات بتاعته كانت كويسة، حتى الفيديوهات بتاعته بالحل بالآلة الحاسبة برضو ساعدتني في حاجات كتير، ودي حاجات كتير من المراجعة. برضو هي برضو محتاجة حل برضو كتير خالص، لان هي افكارها كبيرة ومحتاجة تطبيق، اي مادة محتاجة حل وتطبيق. يجي لمادة التاريخ. مادة التاريخ كنت بتابع فيها مستر أنوبيس، كنت بتابع الشرح من أول السنة لحد المراجعات. برضو هي مادة محتاجة برضو فهم شوية وحفظ برضو في حاجات كتير، برضو في آخر الوحدة التانية برضو فكان حفظ كتير زي المعارك وكده، فدي محتاجة حفظ، محتاجة تحفظ كمان مين القادة وكده والأحداث وكده، محتاجة حل كتير برضو. فهي مادة كويسة جدا مش صعبة جدا يعني، محتاجة بس تركز عليها لأن هي مش متركز عليها قوي. نيجي لمادة العربي، أنا كنت باخد فيها درس خصوصي، بس لو انتوا عايزين أكتر مدرس كويس جدا أنا استفدت منه مستر رضا الفاروق، كويس جدا خالص. انا كنت قبل ما اروح الحصه بتاعه الدرس الخصوصي لماده اللغه العربيه كنت بسمع الشرح قبل ما اروح الدرس، علشان لما المستر يشرح في الدرس انا ابقى فاهمه هو بيقول ايه. كنت بلخصه في كتاب الاضواء، هو كان المستر عامل لنا كتاب وكده، عامل لنا كمان مذكرات للشرح بتاعه هو خاصه بيه. فانا كنت بجيب كتاب الاضواء بحله مع نفسي، كمان بكتب الشرح اللي هو حاجات الزياده اللي هي ملاحظات وكده. حل كتير برضه، اي مادة عموما محتاجين ان انتوا تحلوا فيها، لان في الاخر انتوا مش هتستفادوا حاجة من غير الحل. وفي الاخير احب اقول لو انتوا سمعتوا الفيديو للنهاية اتمنى تكونوا عملتوا اشتراك في القناة وعملتوا لايك للفيديو وبس. سلام.